جهاز الليزك اللي معانا النهارده من ماركة تنيو شركة بوش اند لومب. هو بيتكون من جزئين رئيسيين. الجزء الأساسي اللي هو الجزء بتاع اللي فيه اللي بيولد شعاع الليزر، وده موجود في الغازات، وبينقل الليزر ده، وهنشرح بيعمل ازاي من خلال عدسات عشان تيجي هنا وتيجي تحت عند عين المريض. والجزء التاني هو السرير المريض بيقعد عليه، وبنحركه بقى شمال ويمين، اعمل فوكس واطلعه فوق وتحت. جهاز الليزر بقى بيشتغل ازاي؟ في هنا غازات. الغازات دي اسمها ارجون وفلورين. الغازين دول لما بيتحدوا مع بعض، وساعات بيكون كمان في هيليوم، بيولد لي مركب غير ثابت اسمه الارجون فلورين ARF. الارجون فلورين ده زي ما قلت انستيبل، مش ثابت، بيتفكك بعد كده لارجون وفلورين، وبيبقى معاه الترا فايلوت، يعني شعاع قصير جدا من الالترا فايلوت ليزر، يعني طول موجي 193 نانومتر، صغير جدا جدا جدا. ده اللي بيعمل نبضات ليزر بتيجي على القرنيه. طب ايه مميزات الشعاع الالترا فايلوت بتاع الاكزايمر ليزر ده؟ ان هو يعني حنين قوي على القرنيه، اللي هو بيشيل مايكروسكوبيك بارتس من القرنيه، بيشيل اجزاء بسيطه جدا. ما الليزر ده ممكن يبقى قوي لدرجه انه يخرم القرنيه من اول ثانيه، بس الليزر بتاعنا اللي هو الاكزايمر ده بيشيل اجزاء بسيطه. يعني كل نبضه بتشيل ربع مايكرون. المايكرون 1/1000 من المليمتر، فتخيلوا نبضه الليزر عامله ازاي. كمان مش بيولد حراره، فمش بيسخن القرنيه، فمش بينشط الخلايا بتاعه القرنيه. رقم 3، بيسيب سطح القرنيه بتاعنا سموث وناعم. فده الفكره العلميه بتاع ازاي الغازات دي بتتحد مع بعض عشان تعمل لي حاجه اسمها اكزايمر ليزر ياكل سطح القرنيه. جدير بالذكر كمان ان هو دقيق قوي الشعاع ده، واحنا نقدر نتحكم فيه. ده شوفوا، احنا بنتحكم في الربع مايكرون. عشان كده يعني لو هقارن ما بين ليزر وزراعه عدسه، فالليزر طبعا ادق بكتير قوي. الجهاز بتاعنا بقى من اللي هو التنيو ده بيديني رغم ان هو صغير وفي اجهزه تانية اكبر منه في الحجم، بس هو بيديني امكانيات كتيره قوي. يعني هو عنده برنامج التصحيح البرو سكان، وده اللي احنا بنسميه اوبتمايزد كوركشن. عنده الزيوبتكس HD او الليزك فائق الدقه، بيعمل سوبرا كور اللي هي عمليات تحسين القراءه ما بعد ال40. بيعمل BTK اللي هو ازاله الطبقه السطحيه، وبيعمل الترانس اي بي اللي هو بيشيل الطبقه السطحيه مع عمليه الليزر السطحي كلها في خطوه واحده. كمان من جوه في امكانيات تانية، زي مثلا ان هو بيتنبأ بالكي ريدنجز او معامل تحدب القرنيه بعد العمليه. فانا بجرب المقاس قبل ما اعمل العمليه، وابقى عارف تقريبا القوه بتاعه القرنيه بتاعتي، هل هتتسطح اكتر من اللازم، هل هتتحدب اكتر من اللازم. ما بقتش محتاج ان انا ادرسها واحسبها في دماغي. كمان في خاصيه الايكونوميك مود او الايكو مود، ان هو يقدر يضغط القياسات بتاعه العين بتاعتنا بطريقه معينه، بحيث ان هو يقلل من النسيج بتاع القرنيه المستهلك في عمليه التصحيح. وده هيفيدني مثلا في الحالات بقى اللي هي على الحركرك، يعني الحالات اللي هي القرنيه بتاعتها مش سميكه قوي او المقاس بتاعنا عالي، فانا عايز اوفر انسجه قرنيه على قد العمليه بتاعتي. وده اللي بنسميه التراكر او متتبع الحركه، وده بيعمل لي حاجتين اتنين. ده بيطابق بصمه العين اللي هي اتصورت بره في جهاز التصوير بتاعه، وبيطمن ان هو نفس الشخص اللي اتصور هو نفس الشخص اللي هعمل له العمليه. يعني انا لو عندي توأمين اتنين، محمد ومحمود، محمود دخل عشان يعمل التصحيح بتاع محمد، الجهاز مش هيرضى لانه مش هيطابق البصمه، هيلاقي البصمه دي مش نفس البصمه اللي احنا اتصورناها بره. الحاجه التانيه ان هو بيشوف حاجه اسمها السايكلوتورشن، يعني بيشوف العين بتاعتنا اتحركت ولا لا. وده ممكن يحصل قوي، وده يعني هيأثر على تصحيح الاستجماتيزم، لان الاستجماتيزم ده تصحيح بزاويه معينه. فلو العين اختلت حركتها شمال او يمين، ممكن التصحيح في الاجهزه الثانيه يديني يعني ده زاويه الاستجماتيزم تتغير، فالمريض يطلع باستجماتيزم جديد غير اللي هو كان داخل بيه، والحاله بتاعته ما تبقاش دقيقه قوي. فالجهاز بتاعنا هنا متتبع حركه العين. حركه العين اتحركت، هو بيحرك الليزر تريتمنت معاه لحد 15 درجه. لو اكتر من 15 درجه هو بيقف وبيقول لك تعدل وضع الراس. تابعوني عشان تعرفوا اكتر عن كل عمليات تصحيح الابصار. واحنا الفتره دي عندنا عروض قويه جدا، اسالوا عليها على الخاص. شكرا جزيلا. كان معاكم دكتور محمد جوده، مع السلامه.